جربي أصل الوصفة من عند الفلاحين وانسي أي طريقة تانية جربتيها، هتنفعك أوي في الفطار وهتنفعك أوي في الشتا، بجد مش هتبطلي تعمليه. يلا حبايبي كالعادة متنسينيش من دعمكم بلايك وشير على الفيديو وتعليق حلو زي قلوبكم، ويلا نسمي ونصلي على رسول الله. أول حاجة كده أنا جبت الطبق بتاعي وهحط فيه 6 كوبايات من الدقيق، ولازم طبعا أنخلهم كويس جدا علشان خاطر لو فيهم أي ردة صغيرة كده أو حاجة تطلع منهم. أنا مستخدمة هنا دقيق فاخر او اي نوع دقيق بس ما يكونش فيه عرق. تمام كده. هنبتدي نحط هنا مع رشة ملح صغيرة، نص معلقة ملح صغير، وهنقلبها بقى كده مع الدقيق بتاعنا. هنبتدي نحط هنا معلقتين كبار من السمسم، السمسم العادي اللي هو بيبقى لونه احمر ده، مش اللي هو ابيض. تمام كده. هحط هنا كمان، هشيل بقى الطبق ده على جنب واحط طبق تاني صغير كده، هحط فيه 3 معالق من السكر بنفس المعلقة دي او معلقة الاكل العادية. هنزل هنا بمعلقة ممسوحة كده من الخميرة الفورية ومتزوديش عن كده، معلقة برضو اللي هي بتاعة الأكل العادية دي ممسوحة من الخميرة الفورية. وهبتدي أحط كوباية بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها الدقيق، هحط هنا لبن، لبن بس يكون دافي ما يكونش سخن ولا هو بارد طالع من التلاجة. وهقلب كويس جدا كده لغاية الحبيبات الخميرة دي ما تختفي معايا تماما وتدوب. هبتدي بقى هنا في طاسة احط كوباية ونص من السمنة، وهنا انا معايرة السمنة قبل ما احطها على النار، حطيت كوباية ونص، عايرتهم وسخنتهم كويس جدا على النار، يعني معنى اصح ان انا قدحت السمنة. هبتدي بقى انزل هنا على السمسم وعلى الدقيق بتاعي. انا هنا عملت تجويفة وحطيت فيها السمسم علشان خاطر انزل بالسمنة على السمسم بتاعي فيتحمص معايا، محتاجش ان انا اروح احمصه على البوتاجاز. تمام كده. وفي الوقت ده بقى ما مديش ايدي خالص في العجين بتاعي بايديا علشان لا قدر الله ما اتلسعش، باي معلقه عندك كده او معلقه خشب. وهبتدي بقى ان انا اقلب بقى كويس جدا كده، ادخل السمنه في قلب الدقيق بتاعي لغايه اما تبرد، وبعد كده امسك بايدي عادي خالص وابس بقى العجين بتاعي مع السمنه. في المرحلة دي مش عايزاكي بقى تستخدمي طبق يكون بلاستيك او طبق يعني يكون اللي هو الألمونيا، لا طبق مثلا سلستين بحيث ان هو ما يتفاعلش السمنة، درجة حرارة السمنة ما تتفاعلش مع الحاجة اللي انت بتعملي فيها. في المرحلة دي بقى انا عايزاكي تبسي كويس جدا الدقيق مع السمنة، ما يشوفش اثر خالص للدقيق، عايزاها تختفي خالص تماما ويشرب السمنة بتاعتك. بصوا انا بفركه كده على ايدي لغاية اما يشربه تماما. بصوا لدرجة ان هي بتبقى عاملة كده ناعمة في ايدك خالص، يعني عاملة زي العجينة، وبتمسكيها كده تفركيها عادي. بس كده. بجيب هنا ورقتين كده من الفانيليا او فانيليا سايلة، مفيش مشكلة. هحط بقى هنا الخميرة مع اللبن والسكر اللي احنا عملناهم مع بعض، هنزل عليهم بالعجين بتاعي كده، وهبدأ بقى ان انا اقلب. بس مش عايزاكي بقى ان انت تعجني وتلتي والكلام ده كله، لا انا بصوا بطراطيف صوابعي بعمل ازاي بكف ايدي بس كده، مش اللي هو اعجن علشان ما ربيش عرق في العجينة بتاعتي، واجيب من تحت ومن فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا في المرحلة دي حسيت كده اني لسه محتاجة سوائل معايا، فهزود كمان نص كوباية من المية او نص كوباية من اللبن، مفيش مشكلة، بس اهم حاجة يكون دافية معاكي. بصوا انا بقلب ازاي، اختبرتها كده على ايدي لقيتها لسه عايزة محتاجة مية او لبن، فحطيت نص كوباية من المية. تمام كده. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس، انتوا شايفين انا بقلب بطراطيف ايديا مش بعجن بقى والت والكلام ده كله علشان خاطر مربيش عرق في العجينة بتاعتي وتطلع معايا ناشفة. بقلب بقى كله مع بعضه كده لغاية العجينة ما تبقى ناعمة معايا وفي نفس الوقت طرية بحيث ان انا اعرف اشكلها. بصوا لما تيجي تشكليها على ايدك بصوا تبقى عاملة كده، تبقى مظبوطة بقى كده مش مشقاقة لما تيجي تشكليها. بصوا اهو، اما اجي بقى اطبقها وافردها على ايدي كده مش مشققة كده من الجوانب، خلاص هي كده تمام معاك. هغطيها بحاجة بلاستيك واسيبها بقى لما احضر العجوة بتاعتي. انا جبت هنا 400 جرام من العجوة او نص كيلو من العجوة، هبتدي ان انا احط عليهم معلقة من الزبدة او معلقة من السمنة، مش هتفرق خالص، بس معلقة الزبدة بتدي معاكي طعم حلو قوي للعجوة بتاعتك. ولازم تسيحيهم مع بعض وتعجنهم كويس جدا كده، ما ينفعش ان انت على طول تستخدمي العجوة بتاعتك من غير ما تلينيها على ايدك علشان خاطر ما تنشفش معاكي في العجين بتاعك بعد التسوية، تبقى طرية كده وسايحة معاكي بعد ما تطلع من الفرن. تمام كده. هعمل معاكم اللي هي المدورة دي، وهعمل كمان الشكل اللي هو على بالطول كده.
هعمل معاكم الشكلين دول وهوريكم دلوقتي هنعمل بيهم ايه. ويا ريت كمان تحضري العجوه بتاعتك قبل ما تشتغلي في العجينه، علشان العجينه ما بنسيبهاش تخمر خالص، احنا على طول بعد ما نعجن بنشكل على طول، والتخمير بقى بيكون بعد التشكيل. هبتدي بقى ان انا اجيب حته عجينه كده واكورها على ايدي حجم الكره زي الليمونه كده، او حابه تكبري شويه، بس انا بحب الكحكايه تكون صغننه كده بحيث الولاد لو خدوا واحده ما يرموش منها حاجه، ما يهدروش منها حاجه. تمام كده. هحشيها بقى بالعجوه بتاعتي. بصوا انا بعمل الكحكايه، بجيب بقى المنقاش بتاع زمان ده واعمل بيه. مش حابة تعملي بيها، اوريكم دلوقتي نعمل بحاجات تانية. هجيب بقى الصينية ما ندهنهاش اي حاجة وهنرص عليها الكحك بتاعنا. حلو اوي بقى، مش شرط ان يبقى فيه عيد علشان خاطر تعملي كحك، لا بجد تعمليه في الشتا ده، بيحتاج اي معجنات بتبقى حلوة اوي في الفطار، او لو بالليل كده نفسك في اي حاجة تاكليها، بيبقى الجوع يعني في الشتا ده اكتر من الصيف، فانت يكون متوفر عندك الحاجات الحلوة دي. وعلى فكرة كمان مش على الشرط عشان كحك احنا نعمله ناعم او نحط له سمنة كتير، لا انا عملته معاكم وحطيت سمنة على يعني على اللي هي السمنة الخفيفة، مش زودتش في السمنة، هو يطلع برضو معاكي ناعم، مش هيطلع برضو ان هو ايه خشن او حاجة، لا هيطلع ناعم برضو في نفس الوقت ماسك نفسه. مش بحب بقى السمنة الكتير وكده علشان ما توجعش البطن. تمام كده. فان شاء الله المقادير دي هتكون مظبوطة معاكي. اعملي بقى الشكل اللي يريحك في التشكيل ده، يعني بالمنقاش كده، والشكل اللي تحبيه اعملي بيه. لو هتعملي لوحدك بقى زي حالاتي كده يبقى اعملي بقى بايه، بالبصامة هتكون اسهل لك، اللي هي ديت عملت منها اكتر الاشكال. بصوا بشكل العجينة بتاعتي واضغط عليها بالبصامة دي فتقوم عاملة لي الشكل. لو بقى عندك الاولاد وكده فهيعملوا معاكي بالمنقاش على طول، مش هيغيب معاكي الكحك بتاعك وهتكونوا مخلصاه. لو عايزة تعملي مقدار كيلو يبقى الكيلو عليه كوبايتين من السمنة. تمام كده. وهتحطي برضو معلقة، بس المعلقة بتاعت الخميرة هتكون مليانة شوية مش ممسوحة. وهتحطي بقى ايه مع كوباية، انا حطيت كوباية من اللبن على 6 كوبايات من الدقيق. هتحطي انتي على كيلو الدقيق هتحطي كوبايتين من السوائل، سواء بقى لبن او مية زي ما تحبي. بصوا انا بعمل اللي هو الكحك المفتول ده بالطريقة دي، بجيب العجينة بتاعتي وافردها زي ما انتم ملاحظين كده، واعمل لها فجوة كده من النص، واحط بقى الايه العجوة اللي احنا فردناها بالطول واحطها واقفل كويس كده. ومن الطرف اللي على الجنب ده بعمل فتحة بصباعي، واجي ايه محطة فيه الطرف التاني ومقفلة كويس كده، علشان طبعا انتوا عارفين ان هو لسه هيخمر معانا ولسه كمان هيضاعف حجمه في الفرن، فلازم بقى تقفلي عليه كويس بالطريقة دي. ده بقى اسمه الكحك اللي هو الايه الكحك المدور او الكحك المفتول اللي هو بيبقى شكله كده. وتنقشيه عادي خالص برضو. بصي طريقة التشكيل بتاعته بتكون كده، تجيبي من تحت لفوق من تحت لفوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سهل وبسيط واي حد يقدر يعمله. انا قلت لكم اهو على مقادير الكيلو، وقلت لكم كمان على المقدار اللي انا عاملاه النهارده، وبجد هيطلع معاكي تحفه، ما يوجعش البطن وما فوق السمنه كتير، وفي نفس الوقت ناعم برضو ماسك نفسه. لو انتوا بتحبوا النوع ده من الكحك ما يكونش ناعم قوي، اعملوا مقدار السمنه زي ما انتوا شايفينه كده. لو بتحبوه ناعم قوي زودوا مقدار السمنه، يبقى كوبايتين من السمنه. تمام كده. بس اوعدكم بقى ان انتوا هتعملوا الطريقه دي والمقادير دي هتاكلوا منه مش هتشبعوا منه بجد، ومش هيبقى فيه سمنه كتير كده ومدهن على الايد. اهو بقى الكحك اللي انا بقول لكم عليه ده، التشكيله اللي هي ايه التشكيله اللي هي المدوره دي، زي ما قلت لكم بقى شكلوا براحتكم خالص. طب هو هيخمر قد ايه؟ هو بص ما بيخمرش بعد التشكيل، وانت بتعملي كده هيكون اصلا خمر، يعني انت هتعملي صينيه، الصينيه التانية هتكون الاولى خمرت معاك، علشان لو خمرتيه زياده عن اللزوم التشكيل اللي انت عملتيه ده او الشكل بتاعه بيروح خالص في وقت لما تسويه. تمام كده. فانت على بال ما تخلصي هيكون هو خمر اصلا على ايدك، فانت هتشغلي الفرن بتاعك يكون سخن، هتحطي في السيجان بتاعتك في الرف الوسطاني، هتشغلي من تحت، لو حسيتي كده ان هو لسه عايز لون هتشغلي له من فوق وتديله اللون من تحت ومن فوق. تمام كده. انا هخلص بقى كل الكمية بتاعتي، هاخد معايا 3 صواني، صينية كبيرة في الصواني المستطيلة، وصينية اللي هي الوسطانية في الصواني المستطيلة، وصينية مدورة.
أخدت معايا ما شاء الله 6 كوبايات من دي، عملوا معايا كمية حلوة. وعلى فكرة أنا عملت النهاردة بحشوة العجوة، علشان بصراحة ما كانش متوفر الملبن ودورت عليه كتير، يعني ما كانش متوفر خالص. فاصلا انا الولاد بيحبوا اللي هو اي حاجة بالعجوة، فعملت بقى اللي هو بالعجوة ده. انت لو هتعملي بقى بالملبن يبقى نفس الطريقة بالظبط، ما فيهاش اي اختلاف خالص. الحشوة بقى اللي انت حباه. بس كده خلص بقى كل الكمية زي ما قلت لكم، وهسويها. ما تسيبهاش تخمر كتير علشان الرسمة بتاعتها ما تروحش منها، وما تزوديش برضو الخميرة علشان برضو ايه ما تنفش قوي وتضيع الرسمة بتاعتها. وما شاء الله ما خدوش معايا تسوية، انا بسوي على نار هادية مش على نار عالية، علشان ياخدوا معاكي اللون الحلو ده من تحت ومن فوق، في نفس الوقت ما يكونوش عاجين من جوه. لان عايزاه يتسوى على نار هادية. تمام كده. خلصت بقى كل الكمية بتاعتي، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله تحفة يا بنات. مش شرط بقى زي ما قلت لكم يبقى في عيد علشان تعملي شوية كحك حلوين كده، لا بجد الوقت اللي احنا فيه ده تعملي فيه اي معجنات. بصوا ما شاء الله، عايزه اقول لكم ان هو دايب وناعم، وفي نفس الوقت يمسك نفسه، مش اللي هو ناعم قوي بحيث ان هو يوجع البطن من كتر السمنه اللي فيه، لا. مقاديره مظبوطه ان شاء الله، اسيبها لكم في اول تعليق مثبت. وان شاء الله انا قلت لكم كده على مقادير الكيلو، لو عايزه تعملي مقدار كيلو. بصوا الحلاوه بجد تحفه يا حبايبي. عايزه اقول لكم الحلاوه اللي فيه ان هو ناعم، وفي نفس الوقت ماسك نفسه كده، مش ناعم قوي بحيث ان هو يوجع البطن من كتر السمنه اللي فيه. بصوا ما شاء الله. والعجوه فيه كده سايحه وتحفه. عايزاكم تجربوه تقولوا لي رايكم في الكومنتات، علشان بجد بيسعدني رايكم قوي. ما تنسونوش من دعمكم بلايك وشير مع اصحابكم، وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، ولايكات يا بنات كتير على الفيديو. وان شاء الله اشوفكم على خير، مع السلامه.